هؤلاء ضرب من 140 دولة حول العالم. إلى الآن، إلى يومنا هذا، الساعة الآن كام؟ الآن الساعة 12. ختم عندنا الآن في المجمع 514 ختمة. شوف أنا بقول لحضرتك بالتوقيت، الآن الساعة 12 إلى 5، 12 إلى 5 514 ختمة في المجمع بالقراءات والروايات جمعا وإفرادا. لماذا يعمل بالساعة؟ لا نحن عندنا طرف نفتح، نقول هذا بيل جيت سألوه قالوا له كم تنبت؟ قال لهم قبل السؤال أم بعد السؤال؟ هكذا قال أنا عندهم قبل السؤال بعد شوي يتغير. يعني عندنا تحديث مستمر هنا في قسم الأسئلة، عندنا تحديث مستمر. طيب الطالب أو الطالبة بيختم، بيأخذ سندا وشهادة، سند بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهوري لحضرتك يعني نماذج. بسم الله. يعني على سبيل المثال، هذه طالبة من البوسنة، هذه وصلنا للبوسنة، هذه طالبة من البوسنة قرأت على شيختها الشيخة هدية ياسين أيضا بقراءة عاصم، وختمت واختبرت واجتازت الاختبار فكتبت لها هذه الإجازة، وإن شاء الله ستستلمها بإذن الله تعالى. هذا مثال مثلا لطالب. تبعثون الشهادة؟ نعم. لا هو شيخي نعمل احتفال وهؤلاء جميعا نأتي بهم هنا. كانت الفكرة أنه جميع على فقط المجمع. نعم. مثلا هذا طالب من نيجيريا قرأ برواية حفص من طريق الطيبة على الدكتور يحيى، برضه ختم واختبر في الرواية التي قرأ بها واجتاز الاختبار وستصله الإجازة. بل تعدينا، يعني اجتزنا هذه الخطوة وعملنا عملا طيبا، وهو طبعا في الإجازة الموصلية في القراءات. هذه من القرن الثاني عشر الهجري. استطعنا أن نحصل على 17 نسخة من هذه الإجازات في هذا من قرن بداية من قرن 12 الهجري إلى العصر الحديث. وقام فريق القسم الإسناد بالتعاون مع لجنة علمية موجودة في 18 باحث، مشيخة المقال العراقي ومركز المقال العراقي ومن خارج من السعودية ومن الكويت ومن مصر شارك في تحقيق الإسلام. طبعا هذا عمل جبار، عمل كبير. يعني جلسنا فيه أكثر